حافظ المنتخب المغربي على مركزه 13 على مستوى التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم برصيد 1661 نقطة، ويعتبر أيضا الأول إفريقيا، بينما تأتي السنغال ثانية على المستوى الإفريقي و20 على المستوى العالمي، ثم المنتخب التونسي ثالثا إفريقيا و28 عالميا، كما يعتبر منتخب الأسود الأول عربيا. ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد لا يفكر في شراء عقد سفيان مرابط، وسيعود في الصيف إلى فريقه فيورنتينا. وأوردت صحيفة ذا صن نقلا عن مصدر مقرب من إدارة مانشستر أن احتمالية بقاء أمرابط في الفريق بعد الصيف تبقى ضعيفة. لديهم إمكانية تفعيل عقد شراء اللاعب، لكن الأمر يظل مستبعدا حسب التصور الذي يضعه مدرب الفريق. أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم الخميس اللائحة الرسمية للحكام المشاركين في إدارة مباريات نهائيات كأس الأمم الإفريقية، وتم اختيار 26 حكما للوسط، من بينهم الثنائي المغربي جلال جيد وسمير الكزاز، إضافة إلى الثنائي الجزائري مصطفى غربال ويوسف جموح. لا تنسوا لايك واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد عن المنتخب المغربي.